يا شيخة خايفي ربنا من الأعمال والأسحار اللي انت عمالة تعمليها. اتقي الله، اتقي يوم هتقفي فيه قدام المولى اللي بيقول فيها وعزتي وجلالي لأنصرهن لو بعد حين. يعني مهما تعملي ومهما تروحي ومهما تيجي برضه هينصرنا لو بعد حين، بعد يوم، بعد اتنين، بعد شهر، بعد سنة. عاجلا آجلا لينا حق وهناخده، كل مظلوم هياخد حقه من كل ظالم. بص يا حبايب قلبي عشان ما تتوهوش مني، دي واحدة بتاعت أعمال وأسحار، ما وراهاش غير أذية الناس، ما وراهاش غير خراب البيوت. لازم ما تشوفش دي مرتاحة. تبقى هي مرتاحة، هي تتعب على راحة الناس، إنما ترتاح على تعب الناس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سحارة يا بتاعة الأعمال، فوتت فيك الأمر إلى الله. جات لي يا حبايب قلبي لحد باب بيتي، وللأسف هي في بيني وبينها صلة قرابة، فما اقدرش ان انا اتكلم او ما اقدرش ان انا افتح بقي. بس والله العظيم من خلال الفيديو ده ان هي لو ما تراجعت عن اللي هي بتعمله، لا انا قايله اسمها وفتحاها ومضيها في 60 داهية، تبقى دنيا واخره. ما هو في ناس ما بتحبش ان ربنا يسترها، بتحب ان ربنا يفضحها، وانت شكلك منهم. بصوا يا حبايبي، انا قاعده كده لا بيا ولا عليا، لقيت الباب بيخبط وداخله. تعالي اهلا وسهلا، نورتي وشرفتي، زي ما اي حد جايلك في بيتك هترحبي بيه. فببص لقيت ماسكه ايديها بايديها. شوفي لما تكوني بتحضني نفسك كده بتطبطبي على ايديكي كده، هي عامله كده. فانا بقول لها خير، مالك في ايه؟ هبل مني بقى وسذاجه مني. مالك في ايه؟ ايه يا حبيبتي فيكي ايه؟ قالت لي لا ما تلمسيش ايدي، اصل ايديا وجعني قوي. طب من ايه؟ قالت لي لوحدها، ده شكل ايدي. فانا قلت عادي يعني تكون واقعه عليها او حاجه. قلت لها طب اجيب لك كريمه ادينها لك ولا؟ قالت لي ولا اي حاجه. حضنها كده، شفتوا لما بتكون الواحده شايله البيبي كده على ايديها، كأنك شايله بيبي، هي شايله ايديها بايديها، زي ما ان شاء الله يشيلوها للاخره باذن الله. المهم راحت خدت واجبها، طفحته، وبعد كده راحت قعدت شويه وراحت قايمه ماشيه. عايزه اقول لكم اول ما خرجت من باب شقتي يمكن ما تكونش وصلت بيتها وانا اغمى عليا على طول من غير كلام. وقعت في الارض من طولي، اغمى عليا. فولادي طبعا اتصلوا بجوزي، جه بسرعه شاف الدنيا فيها ايه. هو عنده صاحبه كده معالج بالقران، فجه قرأ. اصلا ما قرأ قال له هو كان في حد عندكم هنا؟ فقال له كان في حد عندنا. قال له طب هو مراتك لسه جاي لها سحر حالا، واللي كان عندكم يعني هو انا ما ينفعش اقول، بس للاسف يعني حاجه عشان تحرصوا منها، ان اللي كان عندكم هو اللي صاحب السحر او جايب السحر معاه. الله اكبر، الله اعظم على كلامي، الله اكبر، الله اعظم. بصوا انا بحكي والاذان بيقول ربنا بيردد كلامي. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. حسبي الله وانت الوكيل. بجد بجد حسبي الله وانت الوكيل في كل ساحر وساحرة وكل دجال ودجالة. ربنا يورينا فيكم آية من آياته، فوت فيكم أمر إلى الله. خلص الأذان وارجع لكم. فطبعا ولادي كانوا موجودين وشايفين طبعا المشهد من البداية للنهاية. فالشيخ بقى يعني بيسألهم، بيقول لهم طب مين اللي جه؟ قالوا له ده فلانة جت دخلت، حصل واحد اتنين تلاتة، وايديها كانت وجعاها، وحتى ماما قالت لها طب اجيب لك اعمل لك كذا وكذا. قال لهم والله مامتكم دي قلبها ابيض، وما موديها في داهيه غير قلبها الابيض، بس ربنا معاها، لانه يعني صاحب جوزي جدا يعني. فهو المفروض قال انا ما ينفعش ان انا اتكلم، عشان برضو يعني حرام الفتن والحاجات دي، ما ينفعش ان انا اتكلم، بس انا هقول غصب عني يعني عشان ابرر لكم اللي حصل. انتوا اكيد هتتجننوا عايزين تعرفوا ايه اللي جرى. فولادي قالوا له يا ريت يا عم وكده، وجوزي قال له طب انا عايزه افهم ايه اللي جرالها، يعني هي كانت كويسه، اللي سبب الاغماء ده ايه. وبعدين ما يعني كمان قاسوا لي الضغط، جابوا لي حد قاس الضغط وكده ما لقاش اي حاجه. قال له ولا في اي شيء. قال له ما هي الاعمال والاصحاب ما بتبانش عند الدكاتره، ما بيعترفوش بيها. المهم قال له طب ايه اللي حصل؟ قال له يا سيدي اللي حصل ربنا ينتقم من كل يعني من كل ظالم يا رب، منتقم جبار يا رب. قال له اللي حصل الست او الشيء اللي جه كان فعلا ايديها وجعاها، بس هي ما كانتش مجزوعة، ولا هي كانت تعباها زي ما بتقول تعب عادي. هي كانت حاملة السحر في ايديها. هي مكلفة بكده، السحر يكون في ايديها، وأثنى ما تخش باب بيتك وتسلم على مراتك
باللمس كده بيدخل جسم زوجتك على طول. الله تعالى اعلم ان كان ده صح ولا كذب، انا معرفش، بس البني ادم ده يعني صادق في كلامه، والله تعالى اعلم، الله تعالى اعلم ان كان هو صادق ولا مش صادق. دي حاجه بتاعت ربنا، وانتوا يا حبايب قلبي قولوا لي في الكومنتات والتعليقات، يعني انتوا قولوا لي ان كان الكلام ده صح ولا لا، او حد حصل له كده لا قدر الله ولا ايه. المهم قال له اثنى ما هي سلمت على زوجتك والايدين التمسوا ببعض، خلاص هو كده وصل جسمها على طول. بالتالي هي وهي ماشيه ايديها خفت شويه، وزوجتك هي طبعا اللي تعبت بعد هي ما مشيت، بالتالي خلاها اغمى عليها. مش عارفه الغل والفجر والحقد يوصل للدرجه دي. انا مش مصدقاكي ومش مصدقه اللي بيجرى. كل ده بس عشان مجرد ان مثلا عيشه البني ادم تبقى احسن من عيشتك، او مثلا البني ادم الناس بتحبه احسن منك، او البني ادم محترم عنك. ليه ده كله؟ ده كل دي ارزاق بتاعت ربنا، مع ان عيشتك مش وحشه، بس انت اللي حقوده، انت اللي بتحبي تبصي لغيرك شوفي احسن منك ولا لا. ده حب الناس ده رزق، والادب والاحترام ده رزق، والعيشه رزق، والاكل والشرب ده رزق. كل دي حاجه بتاعت ربنا، فانت جايه بتحاسبينا احنا عليها ليه؟ ربنا ينتقم منك، حسبي الله وانت الوكيل. كفايه الدعاء اللي انت بتاخديه، مش انت بس، لا انت والدجال بتاعك. كفايه كده ان انتوا ان شاء الله باذن الرحمن ربنا يكتبها يا رب كده عنده، ان زي ما انتوا صحبه في الدنيا تبقوا صحبه في جهنم باذن الله. استفدتي ايه لما تخربي بيت؟ استفدتي ايه لما تمرضي جسد؟ استفدتي ايه لما تخلي الواحد قاعد قلبه مقبوض ليل نهار؟ استفدتي ايه لما الواحد يبقى نايم في امان الله وفجاه يقوم يصرخ ويعيط مش عارف بيصرخ ليه؟ استفدتي ايه يا شيخه؟ يعني جبتي لنفسك الحق ده منين ان انت تبقي استغفر الله العظيم مكان ربنا تحكمي على الناس كده؟ طب ربنا اسمه الحق العدل، انما انت ظالمه. ربنا ينتقم منك ان شاء الله. حسبي الله وانت الوكيل. وتراجعي عن اللي انت فيه، عشان انا اخر ما هجيب اخري اكتر من كده انا هقول اسمك، وزي ما تيجي تيجي حتى لو بموتي، لان انا تعبتلك. حسبي الله وانت الوكيل.